السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم النهاردة ايمان من قناة ايمان شانل، جايه لكم فيديو حلو جدا ولذيذ جدا، وزي ما احنا بنقول حلو يبقى هو فعلا حلو. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن الرز بلبن. طبعا كلنا بناكل رز بلبن بره، وبنحس كده ان طعمه مختلف تماما عن طعم الرز بلبن اللي بنعمله في البيت، وكمان بنلاقيه مليان لبن وجوسي وطري جدا. هنعرف في الفيديو بتاعنا بقى كل الأسرار اللي المحلات بتعملها علشان تطلع لك الرز بلبن بالقوام والطعم الجميل ده. تابعيني في الفيديو وهقول كل حاجة، بس قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو ياريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك أي فيديو جديد أعمله. يلا بينا على الفيديو عشان نعرف ازاي حضرناه. في البداية حطيت في الحلة 3 كوبايات من المية، وأول ما غليوا بقى هنزل عليهم بكوباية من الرز المصري، ودي الكوباية اللي أنا بستخدمها، كوبايات الشاي اللي احنا كلنا في البيوت بنستخدمها. الرز ده غسلته كويس جدا وصفيته، وبعدين بقى نزلت بالرز على المية، بقلب تقلبتين وبعد كده بقى بسيبهم يستووا على نار هادية خالص. على الناحية التانية بكون محضرة 1.5 كيلو من اللبن، وطبعا اللبن يكون لبن حلو ويكون دسم وغني. اول ما اتاكد ان اللبن غلي بنطفي عليه، وبعد كده برجع للرز علشان اقلب فيه لحد ما يستوي. بفضل بقى اقلب في الرز كويس جدا طول ما هو على النار، بتبقي بتقلبي فيه وتكون النار على نار هاديه، وبتسيبيه بقى لحد ما يتشرب ميته تماما. وبمجرد ما نتاكد ان الرز بتاعنا استوى ويشرب الميه كلها اللي كانت فيه، بننزل بقى عليهم باللتر ونص من الحليب. اهم حاجة بقى ان احنا بعد ما بنضيف اللبن بنفضل نقلب فيه كويس جدا. وطبعا عشان يطلع معاكي رز بلبن طعمه حلو وغني، لازم اللبن بتاعك او اللبن اللي انت تكوني جايباه يكون من مصدر موثوق فيه، ويكون طعمه حلو وغني وكله قشطة. هضيف بقى السكر، وطبعا السكر هنا على حسب الرغبة. انا بحب اضيف لكوباية الرز 10 معالق من السكر، وانتي طبعا على حسب ما انتي تتذوقي وعلى حسب نسبة السكر اللي انتي بتحبي تحطيها. وعلى ما اللبن يغلي في الرز هنحضر بقى بولة خارجية ونضيف فيها كوباية من اللبن، بس تكون لبن فاتر مش سخن. هنضيف عليه معلقة كبيرة من النشا وهقلبها كويس جدا. وتعالي بقى اقولك على اول سر من اسرار المحلات، بيضيفوا كده حوالي معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام. الكريم شانتيه دوت بقى هو اللي بيخلي قوام اللبن او الرز بلبن كريمي وتحفة جدا. لازم الاول اتأكد انهم دابوا كويس في اللبن، وبعد ما اتأكد بقى ان هما داب ويكون اللبن في الرز غلي، بضيف بقى النشا والكريم شانتيه اللي احنا مدوبينهم في اللبن. بقلب بقى تقلبتين 3 وافضل اقلب في اللبن لحد ما اللبن بتاعنا يغلي. وبمجرد ما الرز بلبن يغلي على النار غلوتين 3، بنروح بقى اخر حاجة ضايفينها هي الفانيليا. وطبعا في الرز بلبن لازم نستخدم فانيليا بودر، ما تستخدميش ابدا فانيليا سايلة. حطيت على كوباية الرز دي كيسين من الفانيليا البودر. وبتضيفي الفانيليا اخر حاجة بعد ما تكوني طفيتي على الرز خالص وتأكدتي ان النشا واللبن غلي كويس جدا في الرز. بعد ما طفيت بقى حضرت البولات اللي انا هحط فيها الرز بتاعنا. الكمية بتاعت الرز دي عملت لي حوالي 10 بولات من البولات اللي انت شايفاها. وتعالي بقى وانا بغرف الرز بلبن كده اقولك على اهم 3 اسرار تنجح معاكي الرز بلبن ويبقى طعمه بنفس طعم الرز بتاع المحلات وقوامه كريمي ولونه ابيض زي الشمع. اول حاجة بنستخدم لبن في الرز يكون لبن كامل الدسم. اوعي تستخدمي لبن يكون منزوع الدسم، بيطلع معاكي الرز بيكون مش قوامه حلو ولا طعمه حلو. تاني حاجة اوعي تستخدمي سكر يكون لونه غامق، يعني بلاش خالص في الرز بلبن تستخدمي سكر التموين، استخدمي سكر يكون ابيض علشان ما يغمقش معاكي لون اللبن. وتالت حاجة واهم حاجة بنضيف معلقتين من الكريم شانتيه، واحنا بندوب كده معلقة النشا مع اللبن بتدي قوام كريمي وطعم تحفة جدا للرز. ودول بقى اهم 3 حاجات بتعمليهم وانتي بتحضري الرز بلبن بتاعك في البيت، بيطلع لك الرز كده بنفس القوام وطعم الرز بلبن اللي بناكله بره، بيبقى طعمه كريمي وتحفة جدا. بعد بقى ما بنغرف البولات بتاعتنا بنسيبها كده في المطبخ او على السفرة لحد ما تهدى خالص. وده شكل البولات بعد ما بردت تماما، وطعمها كان تحفة جدا. شايفة قوامها متماسك وكريمية جدا،
وكمية اللبن فيها مناسبة، ما هياش اقل من الرز. وهنا بقى دوقي احلى طعم الرز بلبن انت ممكن تعمليه في حياتك. هنحط بس كده شوية جوز الهند وشوية زبيب، وبتاكلي بقى احلى رز. لو حابة بقى الرز يكون الوش بتاعه مكرمش زي اللي احنا بنشوفه في بره في المحلات، بعد ما الرز بلبن يبرد تماما وهو لسه في المطبخ، بنروح بقى مغطينه بستريتش او باي غطا للبولات بتاعتنا، ونحطه في التلاجة لمدة يوم كامل. تاني يوم بتلاقي اللبن او الرز بلبن عمل كرمشة على الوش، هي دي الكرمشة اللي انت بتشوفيها في المحلات بره. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع الف سلامة.